ليه بيفشل 90% من الناس انهم يكسبوا على الانترنت؟ 90% من الناس اللي بيبدأوا في الربح من الانترنت بيفشلوا وبيخسروا وقتهم ومجهودهم على الفاضي. ليه؟ هو المكسب من الانترنت واحد. طب الملايين اللي الناس بتكسبها اونلاين دي كلها نصب. الحقيقة المشكلة مش في الانترنت، المشكلة فيك انت. ايوه انت، وما تزعلش لان انا كنت زيك وانيل منك في يوم من الايام. وفي الفيديو ده هقول لك على اخطر 5 اخطاء انا ومعظم الناس وقعنا فيها لما بدأنا اونلاين. لو خدت بالك منهم هتكون من ال10% اللي هينجحوا باذن الله والامين. الخطأ الاول، فاكر ان الربح من الانترنت يساوي فلوس سهله. لو كنت متخيل انك هتضغط شويه ازرار هتلاقي فلوس بتنزل في حسابك يبقى انت بتحلم وفوق والنبي. الحقيقه ان الانترنت هو مجرد اداه، لكن النجاح فيه محتاج شغل وصبر واستراتيجيه واضحه. هديك مثال، الناس اللي بتكسب من التسويق بالعموله اللي هي الافلييت ماركتنج مش بتضغط زر وتنام. يعني ايه الكلام اللي بيقوله فلان وفلان اللي بشوفهم على السوشيال ميديا ده غلط؟ غلط. اولا علشان تكسب من التسويق بالعموله لازم تختار النيش الصح، تبني موقع او صفحات قويه، تكتب محتوى يتقري او تعمل محتوى بنفسك وتتعب عليه، وقبل كل شيء تتعلم تسويق. تاني خطأ، سيادتك مش مركز في مجال معين وعايز تعمل كل حاجه. يوم بتعمل دروب شيبينج، يوم بتدخل على اليوتيوب تعمل فيديوهين، يوم بتجرب التسويق بالعموله والنتيجه صفر. والله علشان بحبك لازم اواجهك بالحقيقه. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ الحل في انك تختار مجال واحد وتدرسه كويس وتبدا فيه بتركيز من 3 ل 6 شهور على الاقل. ايوه اللي سمعته صح، من 3 ل 6 شهور مش اقل من كده، ويمكن فتره اكبر من كده كمان. هديك مثال، لو اخترت التجاره الالكترونيه ما تضيعش وقتك في انك تبحث عن طرق تانية، ركز فيها واعرف كل تفصيله عنها. الخطا الثالث، خايف تبدا وعايز كل حاجه تبقى مثاليه، تقعد تتعلم شهرين 3 سنه بس مش عايز تبدا لحد ما تبقى محترف. تصدق ده اغبى حاجه ممكن تعملها في حياتك، لانك عمرك ما هتبقى محترف الا بالممارسه. لو حفظت كل كورسات العالم، نصيحتي الذهبيه في الموضوع ده ابدا حتى لو بامكانيات بسيطه، هتتعلم اكتر بكتير من التجربه العمليه، اكتر من اي كورس نظري حتى في كورسات اللي كلها عملي. رابع خطأ، بتعتمد على مصدر واحد بس. لو اعتمدت على اعلان واحد او منصه واحده وفجاه الحساب اتقفل، مبروك فلوسك طارت. طب ايه الحل في الموضوع ده؟ لازم يكون عندك اكتر من مصدر دخل علشان تقدر تضمن استمراريتك. هديك مثال، لو بتكسب من اليوتيوب ممكن تضيف تسويق بالعموله او تبيع كورسات خاصه بيك زي ما الناس اللي حواليك كلها بتعمل. اكبر خطأ بقى سيادتك مش صبور وعايز تكسب بسرعه. لو مستعجل على الفلوس الانترنت مش المكان الصح ليك. النجاح على الانترنت بياخد وقت. اغلب الناس اللي بتكسب دلوقتي وانا اولهم قعدت شهور وسنين في البدايه من غير اي ارباح. عرفت دلوقتي الفرق ما بين اللي بينجح واللي بيفشل. الناجح بيصبر، بيشتغل بذكاء، بيتعلم من اخطائه، انما الفاشل بيستسلم بسرعه ومش بيحاول يطور نفسه. لو فهمت الاخطاء دي واشتغلت صح هتكون ان شاء الله من ال10% اللي هيكسبوا بجد. قول لي بقى ايه اكتر غلطه كنت بتقع فيها، وهل ناوي تبدا صح بعد الفيديو ده ولا لا؟